خد الكلام اللي جاي ده ثقه من حد عنده غضروفين بسبب 3 حاجات لو بتعملهم هيدمروا لك ظهرك. اول حاجه تقعد وقت طويل على مكتب، وده الطبيعي، اعتقد كلنا بنقعد وقت طويل نذاكر او حتى نشتغل. اللي مش طبيعي ان احنا نبقى بنقعد متواصل. انت لما تقعد متواصل ما تبقاش بتتحرك، انت هتاثر على حاجه اسمها الهيب فليكسرز، عضلات كده في الحوض وانت قاعد دايما بتشد، ده هيخليك ممكن يحصل لك انحرافات قوميه، خصوصا بقى لو انت كمان قاعد غلط. يعني مش بس قاعد وقت طويل، قاعد كمان رامي ظهرك على قدام، ده ممكن يضر رقبتك ويضر عضلاتك كلها ويخلي عضلات الظهر عندك ضعيفه. الحل انك لو هتقعد كتير تقعد عدل، ولازم تحاول كل ساعه بالكتير تقوم تتحرك او تعمل ستريتشز. تاني حاجه، قاعد ماسك موبايلك دايما وموطي رقبتك وانت ماسك موبايلك، او حاطط اللابتوب مثلا على الترابيزه وبرده موطي رقبتك. المهم ان انت حاطط الجهاز اللي قدامك في وضع مخلي رقبتك مش مرتاح. تالت حاجه، احمال بتشيلها غلط، سواء بقى كان في التمرين بتتمرن بشكل غلط بتشيل احمال انت مش مستعد لها، او في يومنا العادي، وهو ده بجد سبب الغضاريف عند معظم الامهات، اما بينزلوا يوطوا يشيلوا حاجات من الارض بينزلوا بشكل غلط. انت بتشيل مثلا شنط تقيله بتشيلها على كتف وكتف، لا، كل ده هيوصلك في الاخر لانحرافات قوميه. وقبل ما تسال انا ازاي كوتش وبتمرن وبرده جالي غضاريف، هقول لك ان انا كنت بشتغل ساعات غير منطقيه، فالتمرين بتاعي ما كانش برده بيصد على عدد الساعات اللي انا بشتغلها. فلو مش عايز تتعرض لكل ده وعايزنا نوجهك ونعرفك تعمل ايه عشان ما يجيلكش اي غضاريف في ظهرك، او حتى لو عندك غضاريف واصابات وعايز تعرف ازاي تتمرن صح، ممكن تشترك معانا في الاونلاين تريننج في سما فيت.